بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمر معنا في الدرس المتقدم ما قام به يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن من دعوة الشابين دعاهم إلى الإسلام. ومر معنا أيضا أنه اغتنم الفرصة ورأى أن الوقت مناسب، فهما طلب منه تعبير رؤياهما، وسبب ذلك أنهما رأياه من المحسنين، فعند ذلك بادرهما بالدعوة إلى الله. وهذا الذي ينبغي على الداعي إلى الله عز وجل، أن يتحين الفرص وينظر الفرص ويغتنم الفرص وينظر الوقت المناسب، وينظر إلى الوقت المناسب عندما يكون الناس مجتمعون ويعني ينتظرون لشيء، فيغتنم الداعي إلى الله عز وجل هذه الفرصة. وعندما يأتي إليه السائل ليسأله أو ليستفسره في أمر من الأمور، فيغتنم مثل هذه الفرصة إذا رأى أن السائل جاهل بأمور الدين، بالأمور المهمة، فإنه يبين له الأمور المهمة أول شيء، يبين له الأمور المهمة. قال: ثم إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما بعدما وعدهما ذلك، أي بعد أن وعدهم بأنه سيعبر لهم الرؤيا، وقبل ذلك دعاهما، ثم بعد ذلك شرع في تعبير الرؤيا، أي عبر رؤياهما وبدأ بتعبير الرؤيا. فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا فإنه يخرج من السجن ويسقي ربه خمرا، أي يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرا، وذلك مستلزم لخروجه من السجن. هذا الأول الذي قال إني أراني يعصر خمرا، في ذلك دليل على أنه يخرج من السجن، وأنه يسقي ربه أي سيده الذي يخدمه خمرا، وهذا مستلزم لأن يخرج من السجن، فإنه لن يخدم سيده إلا بعد خروجه من السجن، ففي هذا بشارة له أنه سيخرج من السجن. قال: وأما الآخر وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فيصلب فتأكل الطير من رأسه، فإنه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ، وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور، بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطيور من أكله. ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما أنه لا بد من وقوعه، فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي تسألان عن تعبيره وتفسيره. وأما الآخر الذي رأى أن الطير تأكل من فوق رأسه فعبر بتأكل خبزا من فوق رأسه، عبر بأن الخبز هو لحم الرأس ومخ الرأس وشحمه شحم الرأس، وبأنه يصلب، أنه يعني يقتل ويصلب ويوضع في مكان في الخارج، ليس تحت سقف، وإنما في مكان خارج، حتى أن الطير تتمكن وتأتي ويعني إلى فوق رأسه فتأكل من رأسه. وهذا يعني فيه دليل على أن هذا الثاني سيموت، وأنه يقتل صلبا. ثم قال لهما أن هذا التعبير سيحصل لا محالة، أن هذا التعبير الذي عبرته
والذي فسرته لرؤياكما سيحصل لا محالة، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قال وقال للذي أي يوسف قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أي وقال يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناج منهما وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا اذكرني عند ربك، أي اذكر له شأني وقصتي لعله يرق لي فيخرجني مما أنا فيه. أي قال يوسف عليه الصلاة والسلام للذي سيخرج، ظن أي أيقن أنه، لأن ظن تأتي بمعنى أيقن أيضا أنه سيخرج، لأنه قال قضي الأمر، التعبير الرؤيا ستحصل لا محالة، تعبير الرؤيا وتفسير الذي فسرتها. فقال له يوسف اذكرني عند سيدك، اذكرني عند ربك أي عند سيدك وعند ملكك بما حصل مني من تعبير الرؤيا وبما رأيت مني من الإحسان لعله يرق لي، يرق قلبه فيخرجني من السجن. قال فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي فأنسى الشيطان ذلك الناجي الذي نجا من السجن ذكر الله تعالى وذكر ما يقرب إليه، ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان، وذلك ليتم الله أمره وقضاءه. فلبث في السجن بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9، ولهذا قيل أنه لبث 7 سنين. قال الله عز وجل فأنساه الشيطان، أنسى ذلك الناجي الذي نجا من السجن ذكر ربه. من ربه هنا؟ الله. الأول قال اذكرني عند ربك أي سيدك، وهنا فأنساه الشيطان ذكر ربه أي ذكر الله وما يقرب إلى الله عز وجل. ومما يعني يقرب إلى الله عز وجل ذكر يوسف الذي يعني يجازى بالإحسان لأنه أحسن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهو نبي فيحسن إلى نبي الله، وهذا يقرب إلى الله عز وجل. فأنسى الشيطان ذلك الناجي أن يذكر الله تعالى وأن يذكر ما يقرب إلى الله تعالى، ومن ذلك أن يذكر يوسف عند الملك، أن يذكر يوسف عند الملك، وذلك لأمر أراده، لأن الله يريد أن يتم أمره ويتم قضاءه، فلا يريد أن يخرج يوسف من السجن هكذا بدون يعني مقدمات وبدون رفعة، بل أراد الله عز وجل له الرفعة، بل أراد الله عز وجل له أن يخرج من السجن وهو مرتفع شأنه ومرتفعة منزلته، فإنه إذا كان ذكره ذلك الناجي إلى الملك ورق له الملك وأخرجه لم تكن هناك رفعة ليوسف ولم يكن ليذكر ويعرف، لكن الله عز وجل أراد أمرا، وإذا أراد شيئا فإن الله عز وجل لا يعجز شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ماذا أراد الله عز وجل؟ قال فلبث في السجن بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9. قال العلامة السعدي وقال ولهذا قيل أنه لبث 7 سنين سجن 7 سنين. بعضهم يقول أنه لبث في السجن يعني 40 سنة أو يعني أقل من ذلك، هذا ليس بصواب. إن الله عز وجل قال بضع سنين، والبضع ما بين 3 إلى 9، وقيل أنه لبث 7 سنين وهي من البضع. فالله عز وجل لم يخرج يوسف وإنما أراد أمرا، ما هو؟ قال ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن قدر لذلك سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره، وهي رؤيا الملك. خروج يوسف مع ارتفاع شأنه ومع علو قدره، وجعل لذلك السبب، ما هي رؤيا الملك؟ قال تعالى وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات
يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذه قصة خروج يوسف عليه الصلاة والسلام من السجن. قال لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة ليكون تأويلها على يد يوسف فيظهر من فضله فيظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها لارتباط مصالحها به وذلك أنه رأى رؤيا هالته فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم. أي لما أراد الله أن يخرج يوسف من السجن جعل لذلك سببا والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه فهيأ السبب لخروج يوسف من السجن. ما هو هذا السبب؟ هو أن الملك يرى تلك الرؤيا العجيبة التي تشمل جميع الأمة جدب يحل بالأمة جدب يعني قحط عدم مطر عدم نزول الأمطار. ومن المناسبة أن الملك هو الذي ترجع إليه أمور الرعية والملك هو الذي يسعى في ما يصلح الرعية فيعمل به وما يفسد الرعية فيتركه فمن المناسبة أنه هو الذي رآها. فلما رأى تلك الرؤيا العجيبة هالت تعجب وفزع منها فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم لكي يفسروها ويعبروا هذه الرؤيا. قال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 أي 7 من البقرات عجاف. وهذا من العجب أن 7 العجاف الهزيلات التي سقطت قوتهن يأكلن 7 السمان التي كن نهاية في القوة. هذا شيء عجيب. قال ورأيت 7 سنبلات خضر يأكلهن 7 سنبلات يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي لأن تعبير الجميع واحد وتأويلهن شيء واحد إن كنتم للرؤيا تعبرون. هو رأى 7 بقرات و7 سنبلات لكن تأويلها شيء واحد وهذا شيء عجيب. 7 بقرات سمان قوة وأخرى بقرات هزيلات ضعيفات. هذه الضعيفة تأكل السمينة. هل يعقل هذا؟ في النظر أن بقرة هزيلة تأكل بقرة سمينة؟ هل يمكن هذا؟ هذا عجيب صح؟ هذا من العجيب. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه اليابسات تأكل هذه الخضر. هذا شيء عجيب. هذا شيء عجيب ولذلك هالته فزع من هذه الرؤيا فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم. قال فتحيروا ولم يعرفوا لها وجها وقالوا أضغاث أحلام أي أحلام لا حاصل لها ولا لها تأويل وهذا جزم منهم بما لا يعلمون وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين أي لا نعبر إلى الرؤيا وأما الأحلام التي هي من الشيطان ومن حديث النفس فإنا لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم بأن أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس بحيث أنهم لم يقولوا لا نعلم تأويلها. وهذا من الأمور
التي لا تنبغي لأهل الدين والحجة. هذه من الفوائد العظيمة التي تستفاد من هذه القصة. أولا أن هؤلاء العلماء وذوي الرأي من قوم الملك عندما أخبرهم الملك بالرؤيا نظروا تحيروا ولم يعلموا لها تأويل فبدل أن يقولوا لا نعلم تأويلها قالوا لا، أضغاث أحلام، هذا أضغاث أحلام، فنحن لا نعبر أضغاث الأحلام وحديث النفس، أما الأحلام التي من الشيطان وأما حديث النفس فلا نعبرها. وهذا جزم منهم بما لا يعلمون، هم عجزوا عن تعبيرها ولم يعلموا تعبير هذه الرؤيا، لم يقولوا لا نعلمها بل قالوا أضغاث أحلام، جزموا بما لا يعلمون، هي رؤيا حق كما سيأتي عبرها يوسف عليه الصلاة والسلام. وعذر وتعذر منهم بما ليس بعذر، تعذروا يريدوا أن يخرجوا من أنهم لا يعلموا تعبيرها قالوا أضغاث أحلام، نحن لا نفسر يعني الأحلام التي من الشيطان وحديث النفس، إنما نعبر الرؤيا. فجمعوا بين الجهل، جهلوا تعبير الرؤيا، وبين الجزم بأنها أضغاث أحلام، جمعوا بين الجهل وبين الجزم بأنها أضغاث أحلام، وهذا قول بلا علم، هم جهلوا فلم يقولوا لا نعلمها بل قالوا أضغاث أحلام، جزم بما لا يعلمون وإعجاب بالنفس، أنهم قالوا أضغاث أحلام، وإلا إذا لم يكونوا يعجبوا بنفسهم، وإلا إذا كانوا لم يعجبوا بأنفسهم هم رأوا أنهم علماء سيقولون لا نعلمها، لا، هم لم يقولوا ذلك لأن هذا سيكون تنقص في حقهم، فلذلك هم أعجبوا بنفسهم قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وهذا قال العلامة السعدي وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجة، أي لأهل العقل، أهل الدين ولأهل العقل. صاحب الدين وصاحب العقل إذا جاءت عليه مسألة وهو لا يعلمها لا يذهب يقول هذا باطل، هذا الذي يقول هذا الكلام هذا جاهل، لكن صاحب العلم يقول الله أعلم، إن كان عنده علم قال به، وإن كان لم يكن عنده علم يقول الله أعلم، أسلم له. فالله أعلم كما قال ابن مسعود وغيره نصف العلم. وقال بعض أهل العلماء وقال بعض أهل العلم من لم يعني يقل الله أعلم فقد أصيبت مقاتلته، أو بمعنى كلامهم رحمهم الله، من لم يعرف الله أعلم أي لم يقل الله أعلم، دائما هو سئل ما يقول الله أعلم، قال أصيبت مقاتلته، أن هذا ابتلي وافتتن وأعجب بنفسه. فهذا الإمام مالك جاءه سائل يسأله من بلاد بعيدة 40 سؤال، فأجاب عن 8 أسئلة و32 لم يجب عنها، قال الله أعلم. قال ذلك الرجل يا إمام أرجع إلى قومي بعيد، ويعني ماذا أقول لهم؟ قال قل لهم أن الإمام مالك لا يعلم. هذا هو العالم الحق، هذا هو العالم الحق
الذي يعرف أنه لا يعلم، يعلم أنه لا يعلم. أما الذي يظن أنه يعلم وهو لا يعلم، هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. فينبغي لصاحب الدين صاحب العقل أنه يرجع الأمر إلى أهله. الله أعلم، إذا لم يعلم الله أعلم. قال، وهذه مسألة طويلة، وسيذكر العلامة السعدي رحمه الله من الفوائد والعبر في آخر هذه الصورة ما يتعلق بهذه الفائدة، وهذا يعني يحتاج لها، قد ألف العلماء فيها مؤلفات. قال: وهذا أيضا من لطف الله بيوسف عليه السلام، فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها على الملأ، فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها لم يكن لها ذلك الموقع، ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب وكان الملك مهتما لها غاية فعبرها يوسف وقعت عندهم موقعا عظيما. قال: وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم فعلمهم أسماء كل شيء، فحصل بذلك زيادة فضله. وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام، فيعتذرون عنها، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيشفع في جميع الخلق وينال ذلك المقام المحمود الذي يقبطه به الأولون والآخرون. فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه. نعم، هذا من لطف الله بيوسف عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ فلو أن الملك مباشرة جاء إلى يوسف عندما رأى الرؤيا فقال له ذلك الذي نجا نذهب إلى يوسف، فعبرها يوسف، لم يكن لها ذلك الموقع ولم يكن ليوسف ذلك الشأن، مثل لما عرضها على علماء قومه. أول شيء عرضها الملك على علماء قومه ذو الرأي منهم، فلما عجزوا دل على أنها رؤيا عجيبة، دل على أنها رؤيا، وهؤلاء علماء. قال الملك إني أرى سبع بقرات. قال: أيا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الملأ علماء من قومه، فلما عجزوا دل على أن هذه الرؤيا لها من يعلمها فهو في العلم له باع كبير في العلم، عجز هؤلاء العلماء عن تعبيرها. عند ذلك ذكر ذلك الذي نجا، ذكر يوسف وقال الذي نجا منهما وادكر، أي ذكر بعد فترة. قال يوسف عليكم بيوسف، فلما أن عبر يوسف بعد أن عجز هؤلاء العلماء صار لها الموقع. وذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى مثالين آخرين يتشابه مع هذا المثال. آدم، أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، لما أن خلقه الله وقال للملائكة أنه مفضل عليكم، فهم فضلوه، لكن يريد الله عز وجل أن يظهر فضله. الله عز وجل خلقه بيده، هذا من فضل آدم. الملائكة يعرفوا فضل آدم، لكن يريد الله عز وجل أن يجعل له فضل فوق هذا الفضل ويشاهده الملائكة عيانا. الله عز وجل جمع الملائكة، خلق المخلوقات فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، أنبئوني
بأسماء هؤلاء. قال الله عز وجل إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها أي أسماء المخلوقات. وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم خير من الخليفة الذي سيكون في الأرض. قال وتجعل فيهم مسلم ونحن نسبح بحمدك أي هم يعني جعلوا أنفسهم خير من الذي سيكون خليفة في الأرض. قال إن كنتم صادقين في هذا القول أنكم خير من أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. قال يا آدم أنبئهم أعلمهم أخبرهم. ظهر فضل آدم. ما قال مباشرة، ما قال الله عز وجل يا آدم أنبئهم بأسمائهم قبل أن يسألهم، لا، بل سأل الملائكة أولا ثم لما عجزوا قال لآدم. دل على أن آدم أعلم منهم أي أفضل منهم. وكذلك المقام المحمود الذي يناله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يلهم الله الخلق أن يذهبوا إلى نوح، أن يذهبوا يعني إلى أول شيء إلى آدم، يذهبوا إلى آدم. لو أن البشر والخلق ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة فقال أنا أشفع لكم لم تكن له المنزلة ولم يكن له ذلك الشأن الذي ألهم الله عز وجل البشر يذهبون إلى آدم فيعتذر، يذهبون إلى نوح فيعتذر يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فيأتوا إبراهيم يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فيأتون محمد. خير الخلق وأفضل الأنبياء أولو العزم إبراهيم، نوح، موسى، عيسى، وأبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كلهم يعتذرون فيأتون محمد فيقول أنا لها. عند ذلك يظهر هذا الفضل لنبينا محمد وهو المقام المحمود فيشفع للخلائق. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.